السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه امنيه للحلويات. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد الكيكه اللي كتكون بارده وغتجيب واحد الطبقه ديال الليمون ان شاء الله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. صافي عندي هنايا انا اول حاجه غادي نخدم الكيكه ديالنا اللي غنحتاج فيها واحد 3 ديال البيضات، غادي ندير معها كاس عامر ديال سنيده، واحد الساشيه ديال الفاني، رشيشه الملح. صافي وغادي نطرب هاد البيض وسنيده والفاني حتى يطلع في الحجم ديالهم، وداك السنيده تذوب لينا ما تبقاش هكاك متبقاش باينه. صافي هنا من بعد ما طربت البيض صافي هنا غادي نزيد هذاك الكاس ديال الزيت، كاس ما عامرش، كاس الا ربع هكا ديال الزيت. صافي غنبقى نطربو حتى هو حتى يتخلط ليا مع البيض مزيان. القاعده ديال الكيكه راكم عارفينها، يعني كيكه عاديه. صافي هنا غادي ندير حك ديال الضمان بنكهه البنان او الفاني، صراحه كيعطي واحد النكهه في الكيكه غزاله زوينه. صافي هنا من بعد ما طربت داك البيض وسنيده والزيت، يعني كما قلنا 3 البيضات في كاس ديال سنيده، كاس الا ربع الزيت، واحد الساشي ديال الفاني وقريصه الملح. صافي هاد المكونات اللي خلطناهم دابا. صافي هنا غادي ندير واحد الكاس هكا ديال الدقيق اللي غادي نغربلو، غادي نخلطو. صافي الكاس الثاني غادي ندير 2 كيسان، غادي نغربلو نتاما. غادي نزيد عليهم واحد 2 ساشيات ديال خماره الحلوه حتى هما غادي نغربلهم. صافي هذا هو القياس اللي بغيت، يعني انا دخلت لي هذه الكميه اللي درت ديال هذا القوام ديال الكيكه، دخلوا لي 2 كيسان ديال الطحين، يعني 2 كيسان د العنبه. صافي هذا هو القياس، يعني ما كتجيش ثقيله بزاف وما كتجيش خفيفه. صافي هنا من بعد ما خلطت الكيكه ديالي درتها في هذا المول هذا. غادي نديرها في الفران اللي غنشعل عليه غير من التحت والعافيه تكون مهيله لما طيب. شوفي تبدا تحمر، غطفي عليها وغتشعلي لها من الفوق واحد شويه. صافي وغادي تطفي عليها. المهم من بعد ما غطيب غادي نكمل التزيين ديالها. من بعد ما طابت لينا الكيكه ديالنا، دابا انا خديت الكريمه اللي غادي ندير مع هذه الكيكه. درت هنا واحد 2 كيسان ونص ديال الليمون، 2 كيسان ونص ديال كيسان ديال العنبه. صافي غادي نزيد معاهم واحد الساشيه ديال الفاني. الليمون ضروري ما تصفيوه، منين تعصروه صفيوه. صافي غادي ندير واحد 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير. صافي غادي نخلطهم مزيان، غادي نديرهم فوق البوطه حتى يعقد لينا داك الخليط ونرجع نكمل معكم. قبل
قبل ما نديرو في البوطه غادي نزيد معاه، انا نسيت ما قلت لكم، واحد كاسه المعالق ديال سنيده. صافي انا من بعد ما درت في البوطه وعقاد ليا نتوما كيفاش كيجي. دابا هنايا غادي نجيب هاد المول ديال السيليكون اللي تيكون عندي هكا بهاد الوردات هادو، تيجيب واحد الشكل زويون صراحه. غادي ندير وغادي نفرك عليه هاد الكريمه. صافي غادي نوزع عليه هادو الكريمه ديالنا. صافي هنا الكيكه ديالنا راها واجده. غادي نخشي هاد الكيكه هكا وغادي نحاول نضغط مزيان. صافي هنايا غادي نجيب هنا غنجيب بابي سيليفان وغادي نحطها باش غادي نلوي عليها باش نحكمها هكا. غنجيب هاد صافي باش كتجي هكا مجموعه وتتحط على الشكل ديالها. كنضغطها ولا تضغطوا عليها هكا باش كتشد لا فورم ديال المول. صافي دابا غادي نديرها في الثلاجه. ديال الكيكه الباكه ديالنا واجده، غنديرها في الثلاجه تبات ليله كامله حتى الغد لي، وغادي نعاود نقدمها لكم باش تشوفوا كيفاش جات. وبالنسبه الا درتيها في الصباح تخليها للعشيه صافي كتكون هكا واجده. السلام عليكم، وهذه هي الكيكه ديالنا. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي ملي حيدتها من داك السيليكون ديالها. يعني انا خليتها ليله كامله حتى الصباح عاد حيدت لها داك السيليكون صافي. وهذه هي الوريدات اللي كيجيو فيها او الديكور اللي تيكون في داك السيليكون، كيجي صراحه كيعطي واحد المنظر رائع. وتنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وتنعاود نبارك لكم العواشر. الله يدخل علينا وعليكم هاد العواشر بالرزق والتيسير يا ربي. وشكرا على المتابعه ديالكم.